صباح الخير أو مساء الخير عليكم متابعينا، يا رب تكونوا بخير وين ما تكونون. اليوم راح نسوي وياكم فطاير بحشوة اللحم. طريقة جدا سهلة، العجينة ناجحة 100%. وتنفع العجينة في عمل كافة أنواع الفطاير. تابعوا ويانا الفيديو للأخير وشوفوا شلون حضرناها. مع العلم إنه أنا ما راح أطلع لكم اليوم طريقة الحشو، راح أنزل لكم إياها بمقطع ريلز. هنا عندي ظرف من الخميرة الفورية، راح أخليه بكوب. راح أضيف عليه ملعقة كبيرة من الشكر أو السكر، أخلطهم زين ويا المي الدافي. تقريبا خليت 3/4 الكوب مي دافي. لازم تذوب الخميرة زين ونتركها على صفحة حتى تتفاعل. ملاحظة: الخميرة من بعد ما تتركوها بالخمس دقائق أو 10 دقائق وما تضاعف حجمها، معناها الخميرة اكسباير أو قديمة، فما راح تنجح عندكم العجينة. فيفضل إنه تغيروها أحسن ما تنعدم عندكم العجينة بالكامل. نجي هنا على إضافة الطحين. أنا راح أستخدم 5 أكواب من الطحين. استخدام الطحين متعدد الاستعمالات وضروري يكون منخول. مرات يجي الطحين حتى لو هو ماركة ممتازة يجي بيه بعض الشوائب، وهاي الشوائب ما تنطينا عجينة ناعمة ومتماسكة أو تنطينا نتيجة ممتازة للعجين. فيفضل دائما تنخلوه. وهاي المقادير يعني إذا حبيتوا تزيدون الطحين بس تزيدوها شوية ملح وشوية زيت، والمي أكيد يكون حسب حاجة الطحين. مثل ما شفتوا ضفت رشة ملح أو ملعقة صغيرة ملح وملعقتين كبار مليانة من الحليب المجفف. راح أخلط هاي المكونات الجافة وبعدين أضيف لها خليط الخميرة. مثل ما تلاحظون الخميرة شلون متضاعف حجمها هنا، لأنه الجو عندي كان حار وهي نوعية الخميرة ممتازة، فصار شكلها بهذا مثل ما شفتوا يعني. راح نبدي هسه نعجن مع إضافة المي الدافي بالتدريج. ما راح أنطيكم مقدار ثابت للمي، أنا دائما أذكرها. أنواع الطحين مختلفة، حتى لو هو من نفس الماركة مرات يجي ما يحب سوائل ومرات يجي يحب سوائل، فدائما المي تضيفوه بشكل تدريجي. نستمر بالعجن وحتى نحصل على أفضل نتيجة نعجن على الأقل مدة 10 دقائق. من بعد ما تتشكل عندنا العجينة وتصير متماسكة أضيف لها تقريبا 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون أو زيت نباتي حسب اللي متوفر عندكم، وأعجن مرة اللوخ تقريبا 5 دقائق. راح أعجن حتى تصير العجينة مطاطية وناعمة بهذا الشكل. راح أراويكم إياها شلون تمط وياي. شوفوا ايش قد ناعمة. هذا اللي أريده حتى أحصل على أفضل نتيجة. راح أنزلها على طاولة العمل وأبدي أجمعها أو أكورها وأرجعها بنفس الوعاء مال العجانة وأغطيها وأتركها ترتاح تقريبا نص ساعة إذا الجو حار. أما إذا بالشتاء فساعة يكون كافية أو ساعة ونص حسب دفو المكان. هنا من بعد مرور نص ساعة هذا هو شكلها، جدا ممتازة. ومثل ما قلت لكم بتفيد كافة أنواع المعجنات أو الفطائر. راح أسويها على شكل اسطواني أو رولة حتى أقدر أقسمها. اليوم الفطاير راح أسويها بشكلين، بالصينية وشكل الثاني اللي هو شكل المربعات أو مثل الأظرف سويتها. قسمت العجينة بالنص. النص الأول سويته 4 مربعات مثل ما تشوفون، والنص الثاني سويته مربعين حتى نسوي بيه الفطاير بالصينية. خليت رشة من الطحين وراح أبدي أفرد أول مربع. طبعا ما شنقت العجينة ولا خليتها ترتاح لأنه هي كلش مختمرة، ما يحتاج أريحها. مثل ما تشوفوها مرتاحة كلش بحيث ما من أفردها ما ترجع. يقولون ليش العجينة تمط ويانا نفرد بيها وترجع مثل ما هي. هاي بسبب إنه فترة العجن مالتكم مو هواية، يعني عجنتوها شلون ما كان وخمرتوها. هسه هنا راح أبدي أوزع الحشوة عليها. راح أضيف قطع من الجبن. هنا استخدمت جبن القشقوان، إذا متوفر عندكم الموتزاريلا أو الشيدر أو شرايح جبن البرجر أيضا يفيد. ضفت فلفل أخضر، بصل، ضايفة عليه رشة سماق. طبعا أكيد هاي الإضافات تكون اختيارية. وهنا عندي خلطة اللحم أو حشوة اللحم، راح أنزلكم إياها مثل ما قلت بمقطع ريلز. وأبدي أقفل أطراف العجينة بهذا الشكل.
وهنا ما بين بالتصوير إنه هاي الأطراف اللي على اليمنى أني فردتها مرة ثانية بالشوبك شوية بين من عندها حتى تصير رقيقة وما تصير ثخينة أثناء الخبز. هنا خليتها بالصينية مال الفرن وخليت ورق زبدة وأبدي أدهن الوجه بخليط بيض وحليب، يعني بيضة واحدة خفقتها، ضفت ملعقتين كبار حليب سائل وملعقة صغيرة من الخل الأبيض وأدهن بيها الفطاير. ملاحظة بالنسبة للفرن أنا مشغلته من بداية الشغل، يعني أول ما بديت أفرد العجين على نار عالية من جوا بس، ومن تتحمر الفطاير من جوا أشغل النار فوق حتى أنطيها لون. نيجي على فطيرة الصينية اللي سويناها. فردت أول جزء بشكل خفيف، فرشته بصينية مدهونة بالزيت، ثقبته بالشوكة أو بالشطل مثل ما شفتوا، وأبدي أوزع عليه حشوة اللحم. وملاحظة من توزعون الحشوة لا توصلوها العفو للأطراف، بقوا مسافة إصبع أو إصبع ونص حتى تقدرون تقفلون بها العجينة. ونبدي نوزع باقي الإضافات اللي هي فلفل على بصل على جبن، ممكن فطر إذا حبيتوا أو طماطة، شنو اللي تحبوه إضافات. الطماطة شوية ما أحبها لأنه تنطي طراوة للعجينة، من راح ندخلها الفرن البخار مالها راح يطري العجينة زايد. هنا فردت الجزء الثاني من العجينة وبديت أساويه ويا العجينة جوا وأقفل الأطراف، نبدي نقرصها حتى ما تنفتح ويانا أثناء الخبز. ما طلعت بالتصوير أيضا ثقبتها 4 مكانات بالشطر حتى ما تنتفخ عندنا هواي، ودهنتها بنفس الخليط السابق اللي حكينا عنه اللي هو بيض وحليب وخل. والتزيين من فوق للفطيرة ممكن يكون حسب الرغبة، أنا حبيت اليوم أخلي لها سمسم وحبة البركة، ينطوها لون حلو وشكل حلو وبنفس الوقت شي مفيد ولو هو كمية بسيطة. راح أوزع على شكل خطوط. أي سؤال إذا عندكم ممكن أجاوبكم عليه بالتعليقات، حتى على المقادير والمكونات ممكن أجاوبكم عليها. وأتمنى يا رب إنه تتفاعلون وياي بالفيديوهات، لأنه دائما من أنزل فيديو ما يكون أكو تفاعل، تفاعلكم أكثر شي يكون على الصور خصوصا على الفيسبوك. بالصور من أنزلها يصير تفاعل تقريبا قوي، بس بالفيديوهات مع الأسف ما أعرف ليش ماكو تفاعل. هنا مثل ما شفتوا من بعد ما وزعت حبة البركة أو حبة السوداء خليت السمسم ودخلتهم للفرن. وهاي طلعت الوجبة الأولى اللي هي فطاير اللي سويناها عفوا على شكل ظرف من العجين. شوفوا لونها شقد حلو وعجينتها جدا ممتازة. أنا سويتها الكمية طلعت كمية كبيرة، فاللي بقى منها ضميناه بالثلاجة طلعناه ثاني يوم بس مجرد حميته بالميكروويف رجع كأنما استوني مسويتها، يعني ما جلدت العجينة أو يبست عندنا، بالعكس كلش طيبة. أتمنى تجربون الطريقة وتنطوني رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو أتمنى ما تنسون اللايك وتشاركوا لي الفيديو ويا الأصدقاء. ألتقيكم على خير في فيديوهات جديدة ومع ألف سلامة.